تخبلهم علي بعد ما اقدر الزمهم بالنوم. المرحله الاولى، المرحله الثانيه بعد ما نقدر نلزمهم بعدين. منو؟ لا احنا معاك. وينه؟ شوف. الو استاذ محمد، شلونك حبيبي؟ شو ها في مكالمه، لحظه لو سمحتوا، يونس ما يرد على المكالمات المهمه. ها حط سبيكر. الله يخليك. سبيكر رحم كابتن. الله والديك، الله يخليك. سبيكر كابتن. ها ما في شيء شباب، عادي. اي موجود. ها بشر على هذا الرقم 2 موجود. ها اوكي بس وصل نطلع. يا ابدا النون ده يبارك لي سبيكر. زين خلنا نشوف. جاكم الخير، مالكم دخل. الو لو سمحتوا شباب، لو سمحتوا مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. استاذ ابراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي. انطاهم سياره. نعم عزيزي. استاذ اول شيء مبروكين الفوز. مبروك علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي. نشكر كل دول الخليج، الاتحادات، الشيخ حمد رئيس الاتحاد الخليجي، على دعمكم، على مجيبكم، على دعمكم للعراق، وعلى الصورة اللي أظهرتوا فيها العراق بأفضل حلية. ثق خالد، احنا من 2007 بعد صدور قانون الاستثمار ولغاية الآن قد تعبنا من واشنطن إلى طوكيو إلى أوروبا مع رؤساء الوزراء، جذبنا استثمارات بمقدار اكس. خلينا نقول برنامجك هذا اجتني مئات التليفونات من المستثمرين من كل العالم، زملائنا طلبوا يجون للعراق بعد ما شافوا التغطيه الاعلاميه الخليجيه، وبالذات برنامجك الرائع وبرنامج المجلس والاخوه اللي عندك. فكل الشكر والتقدير لك استاذ حازم، كل الشكر والتقدير لك. هذا حق واجب، احنا نعتبرنا ابد من ضمن اعلامكم وربعكم واخوانكم احنا. استاذ ابراهيم. نعم. اللعيبه كلهم يسمعونك. نعم. هل في مفاجاه للاعبين؟ واذا في مفاجاه بعرف ايش المفاجاه؟ اولا هي مو مفاجاه، وسائل الاعلام كلها حكت فيها. بس جنابك تقول للمشهد انا ما اقدر احكي لها، ما تعرفني. بلا زحمه دوره الخليج بالامارات، يونس يتذكر وبرغام قلنا لهم مليار دينار تبرع اذا فزتوا بالكاس. ما فازوا بس لعبوا لعب رائع. سوينا لهم حفله بشيراتون بغداد وكرمناهم بذاك الوقت مبالغ مجزيه. فكيف الان وجابوا الكاس؟ نعم اكو 30 سياره باذن الله راح تنشحن من دبي باسمائهم، راح ناخذ الاسماء كامله وراح نسوي لهم حفله بقريه دجله اللي شرفتنا. هاي احد مشاريع المجلس الاقتصادي. المجلس في مشاريع اكثر من 40 مليار دولار اللي هو يضم كبار رجال الاعمال في مجال الكهرباء والطاقه والحديد، وراح ننسق مع مكتب رئيس الوزراء وندعو اولادنا الاحتفاليه، وان شاء الله نسلمهم مفاتيح السيارات اللي راح هاي اقل ما يمكن القدم. استاذ ابراهيم، استاذ اول شيء احنا نقول بيض الله وجهك، وحقيقه هذا كرم كبير منكم حق اللاعبين، بس هو عدد الوفد كامل تقريبا 40 يعني شخص بين لاعب واداري ومدرب واخصائي، ويعني احنا ما نقول لك شيء بس احنا نقول لك العدد يعني. يونس يضحك، ابو ذنون يضحك. ان شاء الله دوم يضحك، ان شاء الله دوم يضحك ان شاء الله. بالتنسيق مع اخونا كابتن عدنان قبل اسبوع الاحتفاليه جينا بطائره خاصه، احدى طائرات المجلس. احنا اليوم طلعنا المطار بغداد نجي وحاجين قاعات رئاسيه، وكنت ناوي اجي اسلم عليك لكن نسمع عن الاوضاع ومناشده واخوان الحقيقه يعني ما اجينا، جينا البركه بالموجودين. فكابتن عدنان هو طلب مني 30، احنا صورنا 24، قال الاداريين وياهم نريد 30، ومع ذلك نراجع الاخوه بمجلس اداره ونناقش الموضوع. اما 30 سياره انا ملتزم فيها للاعبين كلهم. نعم. زائد للاداره. مجرد انك انت تجتهد حق الربع والاخوان بيض الله وجهك. الربع الشباب يحيونك. فقط هذا
وهذا التبرع من اخواني وياي بالمجلس الاقتصادي. طبعا يعني مو فقط اني واخواني وزملائي. كلمه اخيره اريد اقولها استاذ خالد، قالوها قبل اخواني. نعم. بس انا اريد اعبر عنها بطريقه اخر. لو قبل البطوله بسنه سالين كل عراقي تقول له نسوي البطوله يمك بس ما تاخذ الكاس فرضا، او نسويها بغير بلد وتاخذ الكاس. الكل يقول لك ما اريد الكاس. تعالوا، الناس تحبكم والناس تريدكم. صح. وانا فرحان لان من اجيتوا اكتشفتوا الحقيقه انه العراق مظلوم كان حتى بالاعلام مع الاسف يعني صراحه. احنا شفنا ونقلنا الصوره حق الجمهور استاذ ابراهيم. الله يحفظك. الله احنا طمعانين باذن الله بالاخوان بعد اللي شافوه انه تكون دوره 27 28 ايضا تكون ان شاء الله في بغداد باذن الله. نطمع بكرم اخواننا ونخليكم بعيوننا مثل ما اهل البصره الكرماء اللي مو جديد عليهم بيضوا وجهنا امامكم مثل ما كل مناطق العراق. وشو نسوي تجاهكم؟ احنا مقصرين. جزاك الشيء اللي الله. سويتوه رائع وعظيم ببساطه لان انتم وسائل اعلام دوليه. اخواننا الاعلاميين والنعم منهم، لكن بصراحه ما زالت وسائل الاعلام محليه، بينما انتم نقلتونا للمجال الواسع الفضاء الدولي. فكل الشكر والتقدير لجنابك والقناتك ولضيوفك وكل القنوات الخليجيه اللي دعمت العراق وبينته بهذه الصوره. واكرر شكري لاولادي واخواني الاداريين والمدرب الرائع اللي ادار المباريات رغم وجوده يعني اسبوعين 3 اسابيع فقط قبل الدوره. فشكرا للجميع على هذا النجاح الباهر. شكرا استاذ خالد. شكرا استاذ، شكرا ابراهيم. شكرا استاذ ابراهيم، الف شكر. شكرا لك. شكرا استاذ ابراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي. كمجلس الاقتصادي مش طبعا هو عضو رئيسها، يوعدكم ان شاء الله ان في مزيد. حلوين يا شباب، حلوين حلوين حلوين. واللي يعني في النهايه يعني كناس ثقه انا اتكلم على تواصل مع الاخ يونس او الكابتن عدنان درجال او الاستاذ اسعد المحافظ او وزير الشباب البلغوم، واحنا نقول على الهواء مباشره. هاي اللعيبه بالنسبه لي انا كنز، اللي يسووه مو بشوي. في التحليل المباريات كنا نشوفهم شلون يقاتلون حتى اللحظات الاخيره، والهدف انهم بيسعدون الشعب. طبعا اليوم من حقهم انه يتكرمون، لان هذول اسعدوا 40 مليون عراقي داخل العراق وخارج العراق. فلذلك انا فرحان فيهم حقيقه، لانهم يستحقون بمدربهم وباداريهم وبالاخصائي العلاج والبدني وكل حاجه بصراحه. بعدين ضرام قوم كمل مقابلتك، خليك من الشاي. عندهم تكريم. ها؟ عندكم تكريم؟ ها ميكروفون. عندي تفضل. طبعا هسه خابرني رئيس البرلمان الاستاذ محمد الحلبوسي، ايضا هو والشيخ خميس الخنجر، اثنينهم راح يسووا لكم كراميه خاصه بكم من صالون بغداد. اخوان هسه احنا عندنا منافسه بين الرئاسات، يعني هسه الرئاسه ها مسجاتكم لا ما يدو واحد. لا الشباب يقولون خلينا نطول بلكي بعد. احنا بالنسبه لنا التكريم واحد، يعني رئيس البرلمان الشيخ خميس واحد ورئيس الوزراء واحد. طبعا كل واحد له تكريم خاص به، وحتى الاخوان اللي هسه قال لكم على السيارات ذولا واحد، وبعدين يجيكم تكريم. مهند عطني الكاميرا هنا لو سمحت. هنودي ميمي. ميمي شلونك؟